تعالوا بقى نحضر مع بعض السحور. حلة على النار وكنت حاطه فيها شويه زيت لحد ما قدحوا معايا، ومعايا بصلايه متوسطه مقطعاها مكعبات. هنا بقى البصلايه خلاص كانت بدأت تدبل كده وتاخد لون. هنعمل بطاطس مع بعض مكمورة او بطاطس بعرقها زي ما انتوا بتقولوا. جبت البطاطس، كمية البطاطس عندي وقطعتها مكعبات، وهنزل بالتوابل بتاعتنا. حطيت رشة ملح، وحطيت فلفل اسمر وكمون وشوية كزبرة. وهدي لهم تقليبة. بعد 5 دقايق هفتح عليهم واحط لهم فلفل اخضر. هحطه عشان ما بحبش احطه في الاول عشان ما يبقاش غامق، يبقى فريش كده. وهي مش هتطول، يعني من ربع ساعه لتلت ساعه بس على البوتاجاز وتبقى خلصانه. جبت حله على النار وكنت حاطه فيها شويه زيت، وكنت مقطعه بصلايه متوسطه مكعبات، وكنت مقطعه طماطمتين مكعبات بس شايله منها الميه اللي هي بتاعتها والبذر. وهنزل بقى بالبهارات بتاعتنا. هتبقى فلفل اسمر وملح وشويه كمون. هقلبهم كويس مع بعض لحد ما كلهم يتبلوا معايا. هغطي عليها شويه، هما 5 دقايق بس. كده بعد 5 دقايق فتحت عليها ونزلت بالفول اللي احنا عاملينه في البيت. ههرسه بقى بالهراسه وهغطي عليه 5 دقايق وهيبقى جاهز وبألف هنا. حلوه قوي الفول بصلصه. جبت بقى طاسه على النار ونزلت بقى بمعلقه سمنه، وهعمل بيض مقلي. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بقى تحطوا اللايك القمر بتاعكم، واعملوا مشاركات كتير، واعملوا كومنتات. اعملوا كومنتات حلوه وشجعوني على طول، واعملوا اشتراك لقناه اليوتيوب. عايزه اقول لكم ان انا الفتره ديت يعني مش احسن حاجه. ما بقومش اعمل حاجه غير ان انا بصلي وبصوم. بقرا قران. ما بعملش حاجه تقريبا طول شهر رمضان غير كده. مش عارفه ده كسل مني ولا انتوا كلكم كده اصلا. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تنزلوا تصلوا على النبي برضو في الكومنتات. كده كنت خلصت السحور. عايزه اقول لكم ان انا اصلا مش بقوم اعمل سحور، بس انا قررت ان انا اقوم اعمل لهم سحور. كنت عامله جبنه بيضه ومقطعه عليها طماطم وفلفل، وكنت حاطه عليها حبه البركه، وكنت حاطه عصير برتقال بالجزر. وكنت حاطه بقى مخلل وبيض. عايزه اقول لكم ان دي الزبادي اللي انا بعملها في البيت من شهر رمضان ديت، بعملها على طول. حلوه جدا جدا جدا. لو عملتوها في البيت مش هتفكروا انتوا تشتروها من بره تاني. ودسمه كده وكانت حلوه قوي قوي. هنا بقى ما يحلاش السحور غير بالكوماج بتاع ماما. عايزه اقول لكم ان احنا طول شهر رمضان مش بناكل غير كوماج ماما، مش بناكل عيش خالص. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.